براءة لو إفراج، لا تخلط القوانين، فرقهم يغير مصيرك. اكو هواي ناس من يسمعون تم الإفراج عنه يقولون طلع بريء، واكو ناس من يسمعون حصل براءة يقولون ما دام طلع نفس الشيء. بس الحقيقة لا، الفرق بين البراءة والإفراج مو بس كلمات، هو فرق قانوني يغير مصير إنسان. اليوم راح نحكي بصوت عالي حتى نوضح ونفهم ونعرف نستخدم كلمات القانون بمكانها. المحور الأول، شنو يعني براءة؟ البراءة قرار يصدر من المحكمة بعد محاكمة كاملة، يعني قاضي سمع القضية، شاف الأدلة، سمع الشهود، وقرر المتهم ما مذنب. البراءة تعني المتهم انظلم بالتهمة، ما ثبت عليه شيء، يطلع حر وتغلق القضية نهائيا. وهو بس يطلع يقدر يطالب بتعويض إذا ثبت أنه التوقيف سبب له ضرر أو تشهير. البراءة خروج مشرف وقانوني نظيف. المحور الثاني، شنو يعني إفراج؟ إفراج يصير أثناء القضية قبل ما تصدر المحكمة قرار نهائي، يعني القضية بعدها ماشية، المتهم بعده متهم، بس المحكمة أو قاضي التحقيق قرر يطلعه، أما لعدم كفاية الأدلة أو لأن عنده ضمانات كافية عنوان ثابت ما ينهزم. الإفراج ممكن يكون بكفالة أو بدون كفالة مشروط، لكن التهمة بعدها ما انشالت والتحقيق مستمر. الإفراج وقف مؤقت للتوقيف، مو نهاية القضية. المحور الثالث، ليش مهم نفرق بين هاي القضية؟ لأن إذا ما فرقت راح تظلم غيرك. أكو ناس تطلع بإفراج والناس تحكي عليهم كأنهم مجرمين، وأكو ناس تاخذ براءة وتبقى وصمة التهمة بوجههم. التفريق مهم لأن كل حالة إلها تبعات. البراءة يقدر يشتغل، يسافر، يطالب بحقوقه. الإفراج لازم يبقى جاهز لأي تبليغ أو استدعاء. وكمحامي إذا خلطت بين المصطلحين تضيع القضية وتضر موكلك. الخاتمة، العدالة مو بس قرار، هي فهم للمفردة واحترام للحق. أنا المحامي حذيفة الشاهر، وأقول لك لا تقول على المفرج عنه بريء ولا على البريء متهم. الفرق بين كلمة وكلمة ممكن يرفع إنسان أو يهدم اسم. تحية.